آه، بالنسبة للشأن الكردي الحالي، هو نتيجة خلخلة بلعبة التوازنات الدولية وتناقض المصالح بين اللاعبين الكبار اللي كانوا بالمشهد السوري. هذا كمان أثر على الشعب السوري بأعراقه، باعتبار أنه نحن ما يربو عن عقد أكثر من عقد. صدرنا المشهد كرأس حرب بمواجهة مشاريع الإسلام السياسي وجماعات التكفيرية. استطعنا أنه نحافظ على مستوى معين من الاستقرار بمناطق شمال شرق سوريا. استفدنا من وجود التحالف الدولي وهذا التعاون اللي بيناتنا. بس وكانت حدث تبديل النظام بتوافق دولي بنظام تكفيري كان بالأمس القريب إرهابي وكنا نحاربه. هذا عمل نوع من الخلخلة الكلية للمشهد، جعلت الأمور تتجه رأسا على عقب. حساباتنا المحلية تلخبطت، ما عدنا قادرين كيف فينا نستوعب اللي حصل. لا اعتراض لنا كشعب فائق للحرية والعدالة لتغيير هذا النظام. هذا النظام كان لابد، كان مفروض يسقط مثل ما سقط، مثل ما تبدل النظام المصري، ومثل ما يعني ما عبرت تونس المرحلة بسلاسة، مرحلة زين الدين العابدين، وكان المفروض كمان بسوريا هيك ينعمل. ولكن للأسف طالت الأزمة وتمخضت عنها مشاكل، وصعد وحاول الإسلام السياسي من خلال داعش ومن خلال تشكيلاته مشتقاته جبهة النصرة وتحرير الشام إلى آخره أنه يتصدروا المشهد. ما نجحوا في مصر، وحاولوا باستماتة أنه ينجحوا في سوريا. لكن الكرد حاليا بهاي كونهم كانوا رأس حرب التحالف الدولي لمواجهة الإسلام السياسي تركوا بمفردهم. الآن يتم تعويم أو تمت شرعنة النظام الحالي بكونه النظام الشرعي، وأصبحت الدول الأوروبية من أجل التخلص من مشاكل اللاجئين الذين هبطوا عليها نتيجة طول هذه الحرب أو طول حقبة الربيع العربي، أرادوا حل مشاكلهم الداخلية من خلال شرعنة النظام الحالي، نظام سلطة الجولاني. لكن على حساب من؟ على حساب من واجه الإرهاب وكافح وقدم أكثر من 12,000 شهيد. والآن تتبخر هذه الجهود، تتبخر هذه التضحيات. هذا ما جعل الشارع الكردي وأنصار هذا الشارع وأصدقاء هذا الشارع والديمقراطيين والذين يعانون أيضا من هذا التحول الصادم بأن يكونوا في مشهد موحد أساسه التعاطف، أساسه التكاتف، أساسه الوعي بمواجهة تبعات هذا التحول في السياسة الدولية الأمريكية. الآن الكرد ربحوا مكسبا هنا، بمعنى ربحوا الوحدة. اليوم لم يعد هناك حديث عن أحزاب، لم يعد هناك حديث عن تناقضات حزبية كما اعتدنا عليها. اليوم الجميع يركز على حماية الذات من الإبادة، من خطر الإبادة. رأينا ما حدث في الساحل وما حدث بعد ذلك في السويداء مع الأخوة الدروز، واليوم يتجه المشهد باتجاه حسم الوجود الكردي أو الكيان الذي يطمح لأن يكون نواة لسوريا المستقبل. الآن ما يقع على عاتقنا نحن كمكونات وكشعوب وكشعب أو كشعوب. أحيانا أنا أرى نفسي أكثر ارتياحا وأكثر صدقية حينما أقول الشعوب السورية، لأن بالفعل هذه سوريا التي أنشئت من قبل سايكس بيكو لم تكن
لم تكن متجانسة في يوم من الأيام. ظلت تعيش تلك التناقضات، ظلت سوريا من بداية تشكيل هذه الدولة إلى الآن مسرحا للتناقضات، لا سيما بعد وجود أو بعد انقلاب البعث وتسلمه السلطة. لم نعد أمام مشهد متجانس، لم نعد أن نشعر أن هذه دولة بالمعنى الحقيقي، أنه هناك انتماء شكلي لها، هناك حديث عن الدولة، هناك حديث عن وجود عن ضرورة وجود دولة يشعر الجميع دون تمييز فيها بالمواطنة وبالانتماء. لكن على أرض الواقع لم يتم ذلك لأسباب كثيرة. أولا، عانى البعث من عقليته، من ذهنيته، يعني اعتبار أن كل من في الجغرافيا عرب. مشروع الإسلام السياسي الذي كان يريد أن يحمل لواءه الأخوان المسلمون أيضا لم يكن أفضل من نظام البعث، علاوة على أنه عروبي كان إسلامي متشدد. إذن عندما كان بشار الأسد يقول هو أن بديلي هو الأخوان، لم يكن يبالغ. في الحقيقة هذا الصراع كان، وإن كان يخبو، إلا أنه دائما كان يطفو على السطح صراع السلطة ما بين نظام البعث أو الأسد ونظام الأخوان المسلمين. الآن نجد أن الغلبة بعد هذا الصراع وهذا الدم رجحت للكفة الإسلاموية المتطرفة، وبالتالي رأى الأحرار، أو لنسميهم مجازا، الذين كانوا يؤمنون بإمكانية وجود وطن يجمع الجميع بصدق وهو الوطن السوري، وجدوا أنفسهم في مستنقع آخر أكثر سوءا، مستنقع يعيد هذه البلاد للفخ الأفغاني أو للصوملة. لهذا وجد المكون الكردي، أو يجد المكون الكردي نفسه اليوم في حالة أمام إما أن يغلب حسه القومي ويعود لانتمائه الأساس لما قبل تشكل سايكس-بيكو إلى كردستان التي قسمت، وما بين أصوات تقول بإمكانية وجود أمل أن نعيش في جغرافيا اتفقت عليها دوليا على أنها سوريا والتي يجب أن تكون موحدة. والكردي اليوم يتأرجح ما بين الانتماء الواقعي أو الانتماء بحكم الواقع وتبدل الجغرافيا السوري، وما بين حلم يطرق باله بشدة وهو إمكانية وجود كردستان، بإمكانية أن يتم تعديل اتفاقية سايكس-بيكو وعودة الحقوق، عودة الأمور إلى نصابها. هذا هو المشهد الواقعي الكردي ببساطة، مشهد متأرجح ما بين الانتماء للوطن السوري بمعنى إمكانية أن نعيش معا، أو إمكانية أن على الطريقة الدرزية، إمكانية أن نستقل وأن نعيش جيرانا محبين لبعضنا، على أن نعيش ضمن جغرافيا سميت مجازا بسوريا ونتعارك فيها ونتنافر فيها ونصبح مجرد وقودا للأجندات الدولية التي تسيرنا كيفما تشاء. هذا هو المشهد باختصار. يعني هذه الأقاويل يعني هي عبارة عن أقاويل، يعني عبارة عن شائعات لا وزن لها فيما يحدث بشكل فعلي. على أرض الواقع هناك هدنة بما تحت ستار ما يعرف باتفاق. هذه الهدنة إلى متى ستستمر أو إلى أي حد ستستمر لا نعلم، ولكن باعتقادي أنه من دون الرقابة الدولية، من دون الضمانة الدولية أو الفرنسية أو الأوروبية أو الأمريكية، فإن أي اتفاق بإمكانه أن يلغى بأي لحظة من اللحظات، كما حدث مع اتفاق 10 آذار وما
وما جاء قبلهم، ما جاء بعدهم اتفاقات. يعني أعتقد أن تلك الاتفاقات أو هذا الاتفاق الأخير هو بمثابة إعطاء فرصة جديدة لنظام الجولاني. هم يحتاجون هذا النظام في هذه الفترة، لأن هناك حرب قادمة بين هذه الجماعات المسمى بالدولة السورية والحشد الشعبي. هذا الصراع سيكون بتزامن مع ضربات أمريكية ربما جوية إسرائيلية على إيران. لهذا أعتقد أن النظام الجولاني سيستمر بأداء مهامه، ولأجل أن ينتقلوا إلى المرحلة الثانية، مرحلة محاربة الفصائل الشيعية الموالية لإيران، فأنهم بحاجة إلى حل مؤقت أو اتفاق ما بينهم وبين الكرد. بمعنى أن الكرد رفضوا محاربة الحشد الشعبي لأسباب معينة، أن هذه الحرب ستتم على حساب أبنائنا. لماذا نغامر في هذه الحرب وبالنهاية لا يوجد لا ضمانات سياسية ولا شيء؟ ولهذا رفضنا محاربة الحشد الشعبي، أو رفض الكرد ورفضت قسد الإذعان للأمر الأمريكي، وذلك بالتوجه إلى محاربة الفصائل الموالية لإيران. وأما على الجانب الآخر، جانب الجماعات الإسلاموية الموالية أو التي هي الآن حكومة السورية، هذه مستعدة لتفعل كل شيء من أجل السلطة. رأيت مثلا كيف تخلت عن الجنوب السوري بكامله، وربما نشهد قريبا سفارات إسرائيلية في دمشق وأماكن أخرى أيضا. كل ذلك من أجل البقاء في السلطة. هم هذه الجماعة هي تشبث بالسلطة بأي طريقة من الطرق، وبذلك فإنها ستحارب الحشد الشعبي كما يطلب منها. لكن هناك تركيا في المسألة. تركيا استماتت بشدة وحاولت مرارا، أيضا كانت تخفي الشرع. أحيانا لم نكن نجد الشرع. كان الشرع يعاني من تهديدات أحيانا. تركيا إما أن تحارب أو أن تفعل ما نريد، وأن تحاول وأن تقوم أو أن تشاركنا حربنا في تدمير المكتب الكردي أو الكيان شمال شرق سوريا، أو إزالة قسد، أو أنك قد لن تبقى في السلطة، لأن هناك ضمن هيئة تحرير الشام هناك عناصر موالية لتركيا وعناصر تأتمر بأمر تركيا. ربما هناك بعض السعودية تحاول تحييد الشرع، وبمعنى ألا يكون تماما ضمن العباءة التركية، ويتم هذا التنافس الخفي ما بين الأطراف الإقليمية التي شاركت بتعويم النظام وشرعنته. كلما يحدث شيء لهذا النظام، وكلما ارتكبت مجموعات محسوبة على تركيا وموالية لهذه الحكومة أو محسوبة عليها خطأ في انتهاكات أو جرائم في السويداء أو الساحل أو في الشيخ منصور الأشرفية، تسارع السعودية بضخ التريليونات والدولارات ورشوة بعض المسؤولين في القرار الأمريكي، وذلك من أجل أن تغض طرفها وتغض نظرها على ما حدث. إذن هذا التنافس والتنافر والتجانس مرة هكذا ومرة هكذا بين السعودية وتركيا من جهة، ودول الخليج وتركيا أيضا من جهة أخرى، كل ذلك من أجل إبقاء على هذه الحكومة، ولعل وعسى تحدث هذه الاتفاقات وتنتهي الميليشيات الإيرانية، وبذلك تكون الساحة السورية ميدانا خصبا لأجنداتهم الاقتصادية ولمشاريعهم. لكن هم الآن يتحسسون رؤوسهم، لأنه بعد أن تتفرغ أمريكا بعد إزالة ميليشيات المحسوبة على إيران، سواء الحشد الشعبي أو الحوثي أو حزب الله، ستقوم بإضعاف الدول السنية أيضا. هذه الدول أيضا ستصبح عبئا عليها فيما بعد، لا سيما وأن تركيا تحاول أن تكون
البديل لإيران. وتركيا أيضا لديها مشاكل مع إسرائيل، ولديها مشاكل أيضا مع مشاكل في داخل حلف الناتو. لهذا ستحاول أو أن المرحلة الجلية التي سيعمل فيها الأمريكان والإسرائيليون معا من أجل إضعاف كل ما سيشكلون خطر على المصالح الأمريكية وعلى دولة إسرائيل. لهذا بعد التخلص من هذه الميليشيات وهذه الجماعات الموالية لإيران سيأتي دور قصقصة أجنحة تركيا ونفوذها، وكذلك إضعاف دول الخليج وزعزعتها، زعزعة أمنها. نحن نرى قطر تفعل أشياء، دعمت حماس بشكل غير مباشر ولديها نفوذ. تركيا أيضا، تركيا عبر ورقة هذه الجماعات الإسلامية ترعاها وحتى تقوم بإنشاء معسكرات تدريب لها. ابتزت تركيا أوروبا، الألمان في مرحلة ما، أغرقتهم باللاجئين، وعلاوة على ذلك هددتهم بموضوع الجماعات الإسلامية. الجميع متيقظ ومتنبه للخطر التركي. لهذا أعتقد أن المظاهرات التي تمت بتأجيج وتحريض أوروبي لن تتوقف عند حدود إيران فحسب، وإنما ستصل إلى تركيا. هناك تعديل حقيقي سيتم على اتفاقية سايكس-بيكو. رأينا يوغوسلافيا سابقا والدول التي تمخض عنها لاحقا. قد نشهد إعادة سيناريو التجربة اليوغوسلافية في كل من سوريا، العراق، إيران وتركيا، وبروز مكون تم تهميشه 100 عام من خلال اتفاقية سايكس-بيكو ليعود يظهر جليا، وهو المكون الكردي. نحن أمام عدة سيناريوهات. هذا الضغط الأمريكي وهذا الإشعار للكرد على أننا لم نعد معكم، هدفه هو أن يقوم الكرد بأنفسهم بضخ الخطاب القومي، هذا الخطاب الذي يمهد لتعديل سايكس-بيكو آخر بالمنطقة. كل اللي عم بيصير بسوريا، كل ما يحدث في سوريا دليل أنه هي الدولة اللي كانت تحكم بالقوة، وكانت الشعوب عم يعني مجازا عم تعيش مع بعضها هيك يعني كديكور، كانت لأنه كان في قوة، كان في ديكتاتورية، كان في استبداد. وهي الشعوب معتادة إذا ما كان في رادع وما كان في قوة وما كان في أجهزة أمن بكل مفاصل حياتهم ما بيرتدعوا. مشان هيك بغياب بغياب النظام الاستبدادي المركزي، الكل يعني بانت كل عيوب هذا ما يسمى بالشعب السوري على السطح. يعني طلع ما في اي ترابط او ما في اي شيء يتعلق بالانتماء بين هذا الشعب. لو كان في هذا الانتماء اللي بيقولوا عنه، بيحكوا فيه بالاعلام وكانوا يصدعوا رأسنا فيه بالمناهج التربوية، انه كل الشعب اخوه وفي تلاحم لو كان في هيك شيء ما كان حدث نصف ما حدث بعد انهيار منظومة الأسد، او بعد ما قبل 2011، بعد ما بدأت احداث الربيع، ما يسمى بالربيع العربي. انا بسميه خريف طويل الامد. استاذ ريبر، معناها المشكله مو بالدوله، معناها المشكله ما كانت بالدوله وبالنظام القمعي، معناها المشكله بالشعب. طبعا المشكله والاساس بالشعب. هلا مثلا في ناس بتقول والله هي التصرفات، هي الافعال لا ليس لها علاقه مثلا بالاسلام او ما هي المشكله بالنص، يعني الخط الاعوج من الثور الكبير كما يقال. مضبوط. معناها بنقول كتر خيرها للدوله القمعيه اللي كانت موجوده، انه كانت ضاب الشعب كلياته ومعيشته مع بعض حتى لو بالقمع يعني وبالاجرام. ما فينا نقول كتر خيرها، فينا نقول الله لا يعطيها العافيه فوق تعبها. يعني هي العباره الدعابيه هي صالحه اكثر، لانه لو هي اللي فسخت هاي الشعب، هي
اللي قتلت ما يسمى الانتماء، هي اللي دمرت إمكانية حدوث تعايش بين هاي الشعوب. يعني احنا عم ندفع حصيلة 54 سنة من نظام الأسد، وما قبلها كان في حقبة ما يسمى الاستعمار الحديث، واللي قبلها كان في الحقبة العثمانية اللي امتدت 400 عام، واللي قبل العثمانيين كان في حقبة المماليك كمان كانوا هدول الحكام كانوا وافدين من برا وحكموا هي الشعوب. فيعني هي الشعوب يعني ولا مرة عاشت بسيادة كاملة أو عاشت بما يسمى بدولة حقيقية. كانت تنتقل من حقبة إذلال إلى حقبة إذلال أخرى. لهيك يعني يحتاج وقت، تحتاج عقود، لأنه يصير في انتماء، أنه يشعر هذا السني وهذا العلوي وهذا الكردي أنه في جغرافيا حقيقية بحس فيها بالمواطنة، فيها كل حقوقه، فيها كل كينونته، بيشعر أنه بالفعل هي الدولة بتمثله. في ذاك الوقت سيحدث هذا الانتماء، ولكن هذا ما ندعو إليه، يعني يدعو إليه كل المؤمنين بالديمقراطية. أنا ما عم دافع عن الدولة. هناك دستور حقيقي، ما لم يكن هناك دستور يضمن حقوق جميع الأعراق والطوائف والأديان، لن ترى سوريا وغير سوريا النور. سيدنا أنا ما عم دافع عن الحكم السابق، بس أنا عم بتطلع مثلا على تونس، على مصر، صار فيها الخريف العربي وتغيرت الحكومات وظلت الأمور ماشية. على ما يبدو المشكلة بشعبنا نحن بهالمنطقة الصغيرة هي، سوريا ولبنان والعراق، اللي فيها تنوع طائفي وديني وإثني وعرقي كمان. بعتذر على المقاطعة. بالضبط. هلا مثلا المثقف العربي في غيبوبة، مثلا لا يعرف ما يحدث عند الكرد، أو أغلبهم مثلا ساذج، لا يعرف عن القضية الكردية شيء، يعني ساذج بما يتعلق بالشأن الكردي مثلا، هذا على سبيل المثال. وهلم جرى، قس هذا على جميع مكونات الشعب السوري، ما بتعرف شيء عن بعض البعض، يعني مغتربة عن بعضها كليا. يعني المعلومات اللي عندها شحيحة ومغلوطة، وكمان ما هي معلومات بقدر ما هي أشياء تم تلقينها بالمناهج وببروباغندا البعث. مثلا شو بيعرف المكون العربي عن الكردي؟ غالبه بيعرف انه هذا المكون شوكة في خاصرة الدول، انفصالي، غير قابل للتعايش، غير متمدن. غالب أكثر المكونات السيادية سواء الفارسية أو التركية أو العربية طبعا القريبة من السلطة، عندها هي الرؤية النمطية للكرد، وهي الرؤية تم تلقينها، تم بمنهجية، مو مجرد انه مجرد كلام. يعني حتى يتم اعداد المكونات اللي تنتمي للقوميات السيادية من الصغر، بيتم تلقين خطاب الكراهية داخلها، بيكون من الصعب فيما بعد لاحقا انه تتقبل افكار جديده او تتقبل حقائق اللي كانت مخفيه وما كانت ظاهره. فمشان هيك يعني اذا بدنا نحكي عن اي تغيير او اي تحول ديمقراطي، لازم مفروض نتخلص من هي التركه الطويله ونقطع دابرها حتى ما تمتد للاجيال القادمه، للاولاد والاحفاد. فالموضوع المواطنه وموضوع الديمقراطيه بدها اشتغال. ما بكفي وجود نظام ديمقراطي، لازم يكون الشعب اول شيء ديمقراطي، مهيئ للديمقراطيه، والديمقراطيه تدخل المناهج التربويه. ما لم تدخل التربيه الديمقراطيه للمناهج، فاي حديث ديمقراطي واي نظام ديمقراطي هو مجرد حبر على ورق. لان المساله هي مساله التربيه خاطئه شاذه. مثلا هذا ما قبل 2011 أنا كان عندي أصدقاء من المكونات السنية، كان شغلهم الشاغل يحكوا عن الشيعة ما هم مسلمين والعلويين كفار. يعني هذا لسه قبل أحداث، قبل في عند الكثيرين من بعض الحالة السلفية موجودة،
ما هي يعني داعش لم تأتي من الخارج بقدر ما هي صناعة ووقود محلي بامتياز، ديزل بامتياز محلي، مثل النفط الذي نصدره. كمان التطرف هو صناعة محلية بامتياز، وإن كان يتم تغذيتها برغبات خارجية. العلة من هاي الشعوب، العلة من النص، العلة من بالمقدس، العلة بهاي التركة الثقيلة اللي عم يحملها الإنسان وعم ينقلها من جيل لجيل. لابد من تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة، وهذا الشيء يحتاج إلى وقت، ولكن بظل هاي الأوضاع وبظل وجود هكذا نظام إسلام سياسي، أنا أعتقد أن سوريا ذاهبة، أن مفهوم دولة كانت تسمى سوريا انتهى. العاقل أو المدرك يعرف ذلك، يعني يعرف أنه ما في وجود لعراق موحد، ولا لسوريا موحدة، ولا لإيران موحدة، ولا لتركيا موحدة، إلا بالإجبار أو الإكراه السياسي. وبمجرد ما تتناقض المصالح الإقليمية والدولية، أو مثلا بيجي الدور على إيران حتى يبان هذا الكبت وينفجر كالانفجار العظيم. وكذلك في تركيا جميع الأنظمة الشمولية المركزية هي أنظمة ميتة بحكم التاريخ وبحكم الزمن، بحكم تجارب التاريخ السابقة. هذه الأنظمة لا ترتوي ولا ترعوي ولا تعتبر من التاريخ، أي بمعنى لا تقرأ تاريخ أصلا. هي وراء قطيعة الشعوب للقراءة، للفكر، للتأني، للبحث. بمعنى أن لولا جهل هذه الشعوب، لولا هذا التجهيل الممنهج الذي تعانيه شعوب المنطقة، لما بقيت هذه الأنظمة أصلا. لكن هذه الأنظمة وهذا الجهل متلازمة، لا يمكن أن نفصل بعضها عن بعض، هي متلازمة. وهذه المتلازمة تحتاج لوقت طويل ولا نعلم إلى متى. ريبك يعني أنا رح أرجع لمندي بعدين. بالنسبة لموضوع رفع الصور، يعني أنا أعتقد أنه الكرد هلأ حاليا عم يتخطوا بشكل تدريجي موضوع قداسة الزعماء أو القادة. يمكن موضوع القادة الرموز هو موضوع يمكن كوني عالمي، الكل عنده بشكل أو بآخر أشخاص يعني بيعتبروهم رموز أو بيعتبروهم قيادات، يعني بمعنى أنه الإنسان أحيانا بحاجة إلى متكأ أو بحاجة إلى سند أو إلى قدوة حتى يمارس من خلاله، أو إلى مسار معين، أو إلى حالة زعيم روحي حتى من خلاله يكون دليل عمل له. بالنسبة لنا نحن كلنا كشعب كردي وحتى كقيادات نحن تواقون لموضوع الاستقلال، ولكن نحن بحاجة إلى وجود دولة إقليمية قوية تقف إلى جانبنا. بالنسبة طبعا أنا أثمن دور إسرائيل ومواقف إسرائيل السباقة لنصرة ودعم الشعب الكردي طبعا، ولكن الموضوع بحاجة إلى وضع نقاط على الحروف، وضع خطوات عملية. بالنسبة الموقع الجغرافي لكل من إسرائيل وكردستان موقع يعني ما في تواصل أو امتداد جغرافي، مثل موضوع السويداء وموضوع السويداء وإسرائيل يعني بجوار بعض، فإسرائيل قادرة إنه تعمل يعني أشياء مهمة، ممكن قادرة يعني ضمن القانون الدولي حتى تضم السويداء لإسرائيل بما يسمى باستفتاء يعني. ولكن ما يتعلق بالشأن الكردي، كون إسرائيل الحالية وليست إسرائيل الكبرى، طبعا إسرائيل الكبرى حدودها مع كردستان، يعني إذا قلنا من النيل إلى الفرات وهو الحد لإسرائيل الطبيعية أو إسرائيل الكبرى، فنحن ودولة إسرائيل الكبرى جيران طبيعيين وتاريخيين فيما بيننا. ولكن نحن بحاجة إلى وجود دولة إقليمية داعمة لمشروع كردستان موحدة. يعني ما فينا نعتمد فقط على خيار الشعبي، الكل يحتاج والكل يريد، واليوم قبل غد لخطوات عملية لنهوض بهذا المشروع، مشروع توحيد كردستان. الكرد نحن كلنا الكرد بمختلف أجزاء كردستان
ينتظرون ساعة الصفر، ساعة أنه يتم تغيير النظام وإسقاط النظام الإيراني. عندها الشعب الكردي سيستقل، كيانه الكردي سيتحدد، والأحزاب الكردية وقعت على وثيقة توحد في البدء بالتدابير في حال حدثت خلخلة أو حدثت هزة في النظام الإيراني. اتفقت الأحزاب الكردية في إيران على العمل المشترك وحماية الإقليم الكردي في شرق كردستان في إيران هي أولوية هذه الأحزاب، وهي رأس هدف هذا الاتفاق فيما بينها. نحن نشكر، أنا كريبر هابون أشكر دولة إسرائيل حكومة وشعبا، وكنت قد وجهت نداء لحكومة إسرائيل، ومن خلال الأستاذ مندي الصفدي يذكر ذلك. يعني قمت بالطلب منه شخصيا بأن يرسل ندائي للرأي العام الإسرائيلي أو الحكومة. نعم، بالنسبة لنا كمجتمع مدني كشخصيات نحن جاهزون لأي تعاون أو أي تنسيق كردي إسرائيلي، ومستعدون لأن نؤدي دورنا بهذا الصدد. فأن يكون التطبيع الثقافي أو التطبيع الفكري على مستوى مجتمع مدني أو على مجتمع أفراد هي نواة لتطبيع سياسي شامل بين الحكومة الإسرائيلية والقيادات الكردية، سواء في غرب كردستان أم في شمالها أم في شرقها أم في جنوبها. وأعتقد أن هناك علاقات، لكننا نريد أن نوجه بوصلتنا خدمة لمصالحنا المشتركة ومصالح هذه شعوب المنطقة وأقلياتها، لأن الأقليات لغاية هذه اللحظة في سوريا تتعرض للخطر، وما لم تتحرك دولة إقليمية داعمة كإسرائيل فإن التحرك الشعبي بمعزل عن تغطية الدولة إقليمية مثالا إسرائيل لن تكون ذات نفع. لهذا نحن بحاجة إلى مشروع عمل، إلى خارطة الطريق، إلى خطوات عملية للمضي قدما بهذا المشروع، سواء مشروع المتعلق بحماية الأقليات كالدروز والكرد والعلويين أو المسيحيين في سوريا، أو بالتحرك نحو مشروع كردستان، لأن وجود كردستان هو ضمانة لأمن إسرائيل. إسرائيل أعلم أنها لا تثق بحكام العرب أو الأتراك، لا تثق بهم. وأمريكا يعني حتى أمريكا ذاتها فإنها ليست يعني جغرافيا بعيدة عن إسرائيل، وإسرائيل بحاجة إلى قوات محلية، بحاجة إلى وجود كردستان موحدة من أجل تدعيم أمنها إقليميا، لأن حولنا يعني وضع الكردستاني ووضع الإسرائيلي يعني واحد، رغم أن إسرائيل هي دولة منذ 1948، ولكن نحن أيضا كتلة بشرية، بما إذا أتيح لها أن أتيح لهذه الكتلة البشرية بأن تكون هناك دولة قومية لها، فإنها ستكون بلا شك داعمة لإسرائيل، ولعله وليست فقط داعمة، قد تكون تحدث هناك اتفاقات تعاون عسكري مشتركة ما بين إسرائيل وكردستان المستقبلية. نأمل ذلك، ونأمل أن نؤدي واجباتنا أو نؤدي دورنا في هذا الصدد لغاية تشكيل هذا المشروع ونجاحه. هل هناك من يعمل من الداخل والخارج على انضمام محافظة الحسكة لكردستان العراق؟ كرديا يعني حسب يعني لم تتداول وسائل الإعلام الكردية أو حتى كتحليل سياسي لم يتم تداول هذا الموضوع أبدا. نحن ننظر في غرب كردستان ككتلة واحدة من عفرين إلى عين دوار. مثلا لا يوجد أي أقاويل أو أي شائعات متداولة في الوسط الكردي تقول أن إقليم الجزيرة فقط لوحده سيضم إلى كردستان العراق.
اقليم روجافا كردستان مؤلف من 3 وحدات: عفرين وما حولها، كوباني وقراها طبعا بما فيها جريسبي يعني عربيا تل أبيض، وإقليم الجزيرة بما فيها سريقاني أو رأس العين أو تاريخية وشوكاني. بمعنى أنه لا يوجد أي تداول حول فقط أن يكون إقليم الجزيرة جزء من كردستان العراق. هناك تضامن شعبي كردستاني غير مسبوق مع غرب كردستان، وفي الاتفاق الموقع أخيرا أو الآونة الأخيرة يتضمن تشكيل أربع ألوية: لواء في عفرين، ولواء في كوباني، واللواءين الآخرين في إقليم الجزيرة. طبعا تعقيبا على تعليق الأستاذ مندي الصفدي، لحظة بس، هل تركيا ستسمح بهذا الأمر؟ لأنه نحن بنعرف أن تركيا تفشل كل اتفاق لا يتلائم مع مصالحها، ومصالح يعني تركيا تطهير عرق إلى الأكراد، فلا أعتقد أن هذا الأمر سيتم. وفق الاتفاق أو الموقع، يقال أن تركيا أيضا موافقة على الاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية وما يعرف بحكومة اتفاق حديبية اسمه هذا. نعم، هو يعتبر يمكن أن نسميه اتفاقا ويمكن أن نسميه هدنة مؤقتة، وهذه الهدنة قابلة للخرق في أي لحظة، لا سيما أن الطرف التركي دائما يبيت رغبة بإنهاء أي شيء من أي تدبير أو أي اتفاق من شأنه إعطاء خصوصية للمناطق الكردية أو بوجود كيان كردي على حدودها. هذا شيء واضح يعني لا نختلف عنه. ولكن كما يقال أن فرنسا وأمريكا ضغطت على تركيا في القبول بهذا الاتفاق، رغم أنني كشخصيا لا أعتبر أن هذا الاتفاق سيسري، ولو أكد الرئيس ماكرون أنه سيضمن رقابته على هذا الاتفاق. لكن الذين على الأرض لديهم رأي آخر. الذين على الأرض لديهم رأي أو شأن آخر فيما يتعلق بهذا الاتفاق، لهذا سأعتقد أن الاتفاق لن يدوم وسيكون مؤقتا. لكننا كشعب يعاني الحصار سواء في كوباني أو في الحسكة، فإن أي اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار ووقف سيلان الدم نحن متفقون عليه، وإن لم يكن هذا الاتفاق ضمن أمانينا أو ضمن توقعات أو أماني السلطة التي كان هدفها أو هدف هذه حملتها إنهاء قسد وإنهاء الإدارة الذاتية، وكذلك إبادة المكون الكردي على آخره كما فعلوا في السويداء. يعني نطمح أو نأمل في الأيام القادمة ستبين كل شيء، ونأمل أن يكون هناك الأفضل، أن يتحقق الأفضل، وجميع أنظارنا تتوجه نحو شرق كردستان والتطورات التي ستفضي عن المشهد لما بعد الضربات الأمريكية على إيران. والتنكيل غير ممكن، يعني غير ممكن، مستحيل. يعني هلا أنت واصلة إنها نتيجة مثل نحن ما وصلنا إليها، إنه نحن بدنا تقسيم، حي على التقسيم، بس هذا الشيء ما كان يجري لولا هذا القمع اللي شفنا عم نشوفه، لولا هاي المجازر اللي ارتكبت بحقنا. طبيعي يعني هن بدهم يوصلونا لهي النتيجة ويخلونا نآمن إيمان مطلق إنه ما في حل ثاني غير هذا. يا أخي والله ريبر، أنا كثير بتشكرك لأنك اليوم اجيت. نحن كنا بحاجة لحدا يعني متوسع بالشأن الكردي إنه يحكي لنا شوي. وأنا كثير انبسطت بتواجدي معكم وبمشاركتي معكم. إن شاء الله نستمر بالشيء اللي بيفيد قضايانا المشتركة، وإن شاء الله هي الغمام تنجلع على شعوبنا، وكل شعب أو كل مكون يأخذ حقه، سواء ضمن الدولة بما يسمى سوريا أو في حال لم تبقى سوريا. كل حدا فينا يستقل ونبقى دائما على وئام وتعاطف. أساسا قسم كبير من الكرد يعني في قسم يعني منيح، كتلة بشرية منيحة تنتمي للطائفة العلويين،
واذا رجعنا للاصل التاريخي العلوي بنلاقي هو اقرب للكرد منه للعرب، يعني جينيا حتى. ليش وين في عرب بسوريا يا العرب موجودين. العرب في الحقيقة قسم من اليمن هم العرب الأقحاح محتلين، يعني العرب بسوريا محتلين. حسب سمير صبوق يقول حتى دول الخليج تمثل العروبة بالمعنى الجيني، لكن ما في العروبة. والعالم العربي هو عالم وهمي لا وجود للعرب في كل يمن. كانوا غزاة تسنى لهم باسم الإسلام أنه يسيطروا على مجموعات بشرية، ومع مرور الوقت عربت هذه المجموعات. العنصر العصري عن التعريب هو العنصر الكردي، وبلا شك العنصر اليهودي غير قابل للطمس. اجت عليه إبادات سواء من الآشوريين، سواء من الإسلاميين، سواء من الحقبة الصليبية. ما حدا قدر يتخطى اليهود ولا النازية حتى. بالنهاية صمدوا ولا تزال جذورهم قائمة وعصية على أنه تنطمس أو تنصح.